حاجات متاكد انك ما تعرفهاش عن عماد افندي وهتتفاجئ زي انها عنده المنافسه كل مدى بتبقى اقوى من الاول، خصوصا لو بقالك فتره فيها بتجرب. واللي متابعنا على الاستوريات وفيديوهات القهوه هيلاقينا بقالنا فتره بنتست على عماد افندي، وبغض النظر عن انه طعمه قوي وده مش راي فردي خاص بيا، بالعكس ده كمان كتير من اراء، الا انه على مدار اكتر من 3 سنين وهو محتفظ بجودته، لانه كان معانا من 3 سنين تقريبا وكان بدايه اختبارنا وتجربتنا له في الجزء الاول وعدى منه بسلام، وكذلك الحال من شهرين في اختبارنا له في الجزء الثاني. اختبرنا نقاء القهوه من بيكربونات الصوديوم والقوام والوش والطعم، وبرضه فضل محتفظ بجودته وعدى منه بسلام. الا اني من تعليقاتكم اكتشفت ان كتير منكم ما يعرفش كل منتجات عماد افندي، واللي بمنتهى البساطه بتقدر انك تطلبها اونلاين من موقعهم الرسمي، او حتى هتلاقيها في اي سوبر ماركت صغير او كبير، وانت وحظك على اللي هيكون متوفر بين ايديك، اللي هتلاقي فيها حاجات متاكد انك ما تعرفهاش انها متوفره عنده، بغض النظر عن القهوه فاتح وسط غامق او محوج او حتى بريميوم. لكن كمان في قهوه بالبندق والكراميل، وكمان عنده القهوه الفرنساوي سواء علب او احجام متوسطه او اكياس احجام اصغر او اصغر، بيوصل معاك لحد الباكت ال7 جرام اللي هتبقى معاك في اي حته. وكمان ما كنتش اعرف انه بيوفر كابتشينو سواء كلاسيك او الفانيليا او البندق او الكراميل او الشوكولاته، وهو يعوضنا شويه عن المنتجات اللي استغنينا عنها في حياتنا، واظن بين السطور انا وانتم فاهمين. وعشان كده كنت على مدار الشهر ونص تقريبا بتمزج وبجرب فيها، وانا معتقد ان الكل عارف اللي فيها، لكن اللي اتضح انكم ما كنتوش تعرفوا زي انهم عندهم المنتجات دي. اكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر الحاجات اللي متحمسين تجربوها من عندهم، ولو سالتني هقول لك كل ما هو قهوه عندهم جميل، والفرنساوي والكابتشينو بمختلف النكهات كاني بستخدم نفس الشركات اللي عليها كنا متعودين. ولو ما لقيتهاش متوفر في السوبر ماركت انصحك تجرب تشتريهم اونلاين من موقعهم الرسمي، وبكده يبقى حاولت قدر المستطاع افيدكم بالمنتجات المصريه اللي ترفع الراس. وهنتظر منكم الصلاه على الحبيب لاجل القلب يطيب، وهستنى منكم اللايك المتين عشان نختمها بدعواتنا لامي والامواتنا جميعا بالرحمه اللهم امين. وفي الختام ايها الساده الكرام كعادتنا الى ان القاكم في فيديوهاتنا القادمه، مساء الزبده والقهوه على الجميع.